الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتمادي ولا توكلي إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراراً بربوبيته وإجزاماً لمن جحد فيه وكفر. وأشهد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، قيل من عرف نفسه عرف ربه. فمن أنت أيها الإنسان؟ تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب ولك عمل وعندك مهمات، لكن ما حقيقتك؟ ما مرتبتك بين المخلوقات؟ لماذا خلقت؟ هذه أسئلة كبرى، هذه كليات الدين. نحن في معظم الأحيان نغرق في جزئيات الحياة. أكلنا وشربنا وتزوجنا وأنجبنا وزوجنا أولادنا، ثم ماذا؟ ماذا بعد الحياة؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا في القبر؟ ماذا في البرزخ؟ ماذا في الآخرة؟ هي أسئلة كلية. لذلك قالوا ما كل ذكي بعاقل. الذكاء متعلق بالجزئيات، فقد تحمل أعلى شهادة دكتوراه في الفيزياء النووية، ولأنك ما عرفت الله أنت لست بعاقل. الجزئيات شيء والكليات شيء. الكليات متعلقة بفلسفة وجودك، بهويتك، من أنت؟ لماذا أنت في الدنيا؟ ما الموت؟ ماذا بعد الموت؟ ما الجنة؟ ما النار؟ ما الآخرة؟ ما حقيقة هذا الكون؟ من خلقه؟ لماذا خلقه؟ هذه كليات الدين. فالذي يغرق في الجزئيات يغرق في شيء تافه. إذا جاء الموت أنهى الموت كل شيء. الموت ينهي الغنى والفقر، ينهي القوة والضعف، ينهي الذكاء والغباء، ينهي الوسامة والدمامة. الموت ينهي كل شيء. ما الذي يبقى بعد الموت؟ هذا هو العقل، أن تعمل للنهاية، أن تعمل لما بعد الموت. لذلك أيها الإخوة، الشيء الدقيق والأساسي في هذا اللقاء الطيب أن الإنسان من مسلمات الدين هو المخلوق الأول عند الله، لأن الله عز وجل حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال في عالم الأزل أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، قال يا رب أنا لها. فلما قبل الإنسان حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض تسخير تعريف وتكريم. تعريف وتكريم. موقف المؤمن من تسخير التعريف أن يؤمن، موقف الإنسان من تسخير التكريم أن يشكر. أنت إذا آمنت بالله خالقاً ورباً ومسيراً، أسماؤه حسنى، صفاته علا، واتبعت منهجه وعبدته، تستحق الأبد، وأنت مخلوق للأبد. لست مخلوقاً لسنوات محدودة، مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت مخلوق للجنة. فالذي ظن أنه مخلوق للدنيا أكبر خاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم
وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. أن تأتي إلى الدنيا وأن تظن أن المال هو كل شيء، أو أن الشهوة هي كل شيء، أو أن المكانة هي كل شيء، وتغادر هذه الدنيا وغفلت عن سر وجودك وغاية وجودك. فلذلك طلب العلم فرض على كل مسلم، ليس وردة أتزين بها. العلم هواء أستنشقه، فإن لم أستنشق العلم فأنا ميت. دققوا في آيات دقيقة جدا تصف الذي أعرض عن ذكر الله: أموات غير أحياء عند الله، ميت، كأنهم خشب مسندة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، كمثل الحمار يحمل أسفارا. أوصاف القرآن لمن أعرض عن ذكر الرحمن. فالقضية ليست شيئاً ثانوياً نتزين به أو لا، شيء مرتبط بوجودك، مرتبط بعلة وجودك، مرتبط بغاية وجودك، مرتبط بمستقبلك في الدنيا والآخرة. فالبطولة أن نعرف الله. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إخوتي الكرام، الإنسان هو المخلوق الأول من بين جميع المخلوقات، والدليل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية على الإطلاق فوق الملائكة. إن الذين كفروا في آخر الآية أولئك هم شر البرية، بين أن تكون فوق الملائكة وبين أن تكون دون الحيوان أن تعرف الله. معرفة الله مرة ثانية ليس وردة تتزين بها، هواء تستنشقه. أنت بالإيمان حي، من دون الإيمان ميت، أموات غير أحياء. وليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أيها الإخوة الكرام، الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. فإذا غذيت عقلك بالعلم بحثت عن الحقيقة، بحثت عن كليات الحياة، بحثت عن سر وجودك، عن غاية وجودك، عن علة وجودك، بحثت عن مصيرك، بحثت عن ما بعد الموت، بحثت عن الجنة والنار، حققت الهدف من وجودك. فإذا غفلت عن هذه الأشياء وقعت في شر كبير. الآية الدقيقة جداً: والعصر. أنت عقل يدرك، غذاؤه العلم، وقلب يحب، غذاؤه الحب، وجسم يتحرك، غذاؤه الطعام والشراب. وأنت في الأدق بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. أنت إذن زمن، أنت زمن، ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن، فقال لك: والعصر. العصر مطلق الزمن. إن الإنسان لفي خسر. إله يقسم لك أيها الإنسان، وفي جواب القسم شيء ينخلع له القلب. إله. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما معنى لفي خسر؟ لأن مضي الوقت وحده يستهلكك فقط، قبل أن تقول مؤمن وغير مؤمن. مضي الوقت وحده، أول عقد 10 سنوات، ثاني عقد، الثالث، الرابع، الأوج، الخامس في متاعب صحية، السادس متاعب أكثر، بعدين تأتي النعوة.
معترك المنايا بين 60 و70. بيقدر واحد يقول أنا لا أموت؟ بيقدر واحد يستيقظ كل يوم كاليوم السابق؟ أبداً. في موت. هذا الموت ماذا أعددنا له؟ هنا الذكاء. ليس الذكاء في جمع الأموال. الأموال تنتهي مع وقف دقات القلب. القلب ينبض، إذا توقف القلب بناء 100 طابق ليس لك، انتهت. تنتهي الملكية، الأراضي والعمارات والشركات والمكانة الاجتماعية والمناصب، كل هذا منوط بضربات القلب. توقف القلب انتهى كل شيء. وكأن الإنسان في خط بياني صاعد، نما، دخل مدرسة، تخرج، نال ليسانس، توظف، تزوج، أنجب، خط صاعد. يأتي الموت يرجعه إلى الصفر. كل شيء جمعه ب80 سنة يخسره في ثانية واحدة مع وقف ضربات القلب. إلا المؤمن خط البياني صاعد بعد الموت، والصعود مستمر، بل إن موت المؤمن نقطة على خطه البياني الصاعد. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. تمتع بالدنيا بصحة طيبة وأهل أطهار وأولاد نجباء، مكانة اجتماعية، جاء ملك الموت إلى الجنة. اجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. والآية تقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إله جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. الجنة في الدنيا كما قال بعض العلماء هي جنة القرب. أحد كبار العلماء يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. لمجرد أن تعرف الله أنت أسعد الناس، حياً وميتاً، غنياً وفقيراً، قوياً وضعيفاً، صحيحاً ومريضاً. أيها الإخوة الكرام، الإنسان بضعة أيام، لأنه بضعة أيام أقسم الله له بالزمن، والزمن هو العصر. وجاء جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر إلا أن رحمة الله في إلا، حرف استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 أشياء سماها الإمام الغزالي أركان النجاة. لذلك ورد في بعض الآثار النبوية: لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علماً، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قرباً. بطولتك، تفوقك، ذكائك، توفيقك، نجاحك، فلاحك، أن تزداد علماً وقرباً مع مضي الأيام والليالي. فلذلك هذه الجنة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أضيق شيء ما رأيته في حياتك، ما لا عين رأت. أنت مثلاً زرت إلى 20 دولة بالعالم، بس في مدينة بالألاسكا ما زرتها، هذه سمعت بها. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض يزهد بها، لا نسعى إليها. أخواننا الكرام، من هو الله خالق السماوات والأرض؟ نحن أقرب نجم
إذا الأرض ملتهب، أقرب نجم ملتهب بعده عنا 4 سنوات ضوئية. ما معنى 4 سنوات ضوئية؟ يقطع الضوء في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالعام ضرب 365 ضرب 4. هذا الرقم لو رقم كيلومتري، لو أردنا أن نقطعه بمركبة أرضية لاحتجنا إلى 50 مليون عام. 50 مليون عام لنقطع مسافة محدودة. متى نصل؟ هذا أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية. نجم القطب 4000 سنة ضوئية. المرأة المسلسلة مليونات سنة ضوئية. بعض المجرات الحديثة 24 ألف مليون سنة ضوئية. 24 ألف مليون. اقرأ قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. أخواننا الكرام، مرة ثانية، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما معنى فريضة؟ للتقريب. تنفس الهواء فريضة على وجودك، فإن لم تتنفس خسرت وجودك. أنت وجودك بالإيمان، وجودك بالإسلام، وجودك بمعرفة الواحد الديان، هذا وجودك. فإذا عرفت الله عرفت كل شيء. تأتيك الدنيا عندئذ وهي راغمة. إن لم تقل كمؤمن: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني، في عندك مشكلة بإيمانك، لأنك مع من؟ مع الخالق، مع القوي، مع العزيز، مع الرحيم، مع اللطيف. لذلك أخواننا الكرام، مرة ثالثة، ليس الدين وردة نتزين بها، الدين هواء نستنشقه. هذه الحقيقة الأولى. فالإنسان لأنه زمن، لأنه بضعة أيام، والله ما قرأت تعريف للإنسان جامع مانع بحياته كتعريف الإمام الحسن البصري. قال: الإنسان هو بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. كل ما مضى يوم مضى جزء منك. يعني واحد يمشي بطريق، النهاية محددة، كل ما قطع كيلومتر هذا الكيلو قربه من النهاية. لو نظر لساعته، كلما تحرك العقرب عقرب الثواني ثانية واحدة اقترب من النهاية. نحن جميعا إلى نهاية محددة. هذه النهاية المحددة هي الموت. إما أن تعد له الإعداد الكافي، والإعداد ضمن إمكانيتك أن تستقيم على أمر الله. الآية الدقيقة: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف عند علماء الأصول: الذي يتبع هواه شهوته وفق هدى الله لا شيء عليه. اشتهى المرأة تزوج، اشتهى المال عمل معين كسب منه المال. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. المؤمن ما له محروم شيء أبداً، بس كل أموره وفق المنهج، وفق هدى الله عز وجل، وفق طاعة الله، وفق رضوانه. فالإنسان بضعة أيام. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا.
الذي ينجينا من الخسارة 4 أشياء: أن نعرف الحقيقة، بتقدر تكتب دكتور على البطاقة تبعك وأنت أمي؟ أن تعرف الحقيقة، لا بد من وقت، لا بد من طلب علم، لا بد من حضور درس في مسجد، لا بد من قراءة كتاب، فهم التفسير، لا بد من طلب العلم. أن تعرف الحقيقة أولاً. 2، أن تطبقها. ثانياً. 3، أن تدعو إليها. ثالثاً. 4، أن تصبر على معرفتها والعمل بها والدعوة إليها. وهذه السورة سورة العصر جامعة مانعة. قال عنها الإمام الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إله يقسم لك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه أسباب النجاة. أخواننا الكرام، لكن ما هو اللهو؟ قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني الإنسان بعد ما يأمن حاجاته الأساسية، بيت ومسكن ومأوى وزوجة وأولاد، بيدخل بحالة اسمها التكاثر، الجمع. قال تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. الذي تجمعه تخسره في ثانية واحدة مع وقف ضربات القلب. كل شيء جمعته في حياتك تخسره في ثانية واحدة. إن الإنسان لفي خسر، أما الذي تعمله للجنة يبقى. لذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما القلب السليم؟ القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد إلا الله. لذلك هؤلاء البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم، كل هذه التقسيمات أرضية: دول الشمال، دول الجنوب، دول الصناعية، دول النامية المتخلفة، دول المستعمرة، دول المستعمرة، تصنيفات الأرض. أما الله عز وجل قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. في على الأرض الآن 7 مليارات و200 مليون، كل واحد يتحرك في جهة، لكن الله عز وجل جمع كل هذه الحركات في حقلين اثنين. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذا الصنف الأول الناجح الناجي، صدق أنه مخلوق للجنة بالحسنى، واستغنى أن يعصي الله، خاف أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ترتيب معكوس لحكمة. صدق بالحسنى هي الجنة، فاتقى أن يعصي الله، بنى حياته على العطاء. والثاني بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالآخرة، آمن بالدنيا، استغنى عن طاعة الله، بنى حياته على الأخذ. لذلك هؤلاء البشر 7 مليارات على رأسهم زمرتان كبيرتان: الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملكوا الرقاب والأنبياء ملكوا القلوب. الأقوياء يمدحون في حضرتهم والأنبياء في غيبتهم. والناس جميعاً تبع لقوي أو نبي. إن كنت تابعاً للأنبياء تعطي، عطاؤك كثير
وترحم وتتواضع وتحسن. إن كنت تابعاً للأقوياء تأخذ، تظلم، فالبطولة أن تكون أحد أتباع الأنبياء. أخواننا الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أخواننا الكرام، هذا النبي الأمي الذي بعثه الله إلينا قبل 1400 عام، من توجيهاته الدنيوية أنه ينبغي قبل أن نأكل الذبيحة ينبغي ألا نقطع رأسها عند الذبح. لما؟ لو زرت بلاد العالم تعلق الدابة من رجليها وتقطع رؤوسها، إلا هذا النبي الكريم نهى عن قطع رأس الدابة، بل أمر بقطع أوداجها فقط. لا أحد يعلم، لا في حياته أحد يعلم، ولا بعد 100 عام في أحد يعلم، ولا بعد 500 عام في أحد يعلم، ولا بعد 1400 عام في أحد يعلم إلا الآن. تبين أن هذا القلب ينبض 80 نبضة، 80 بالضبط. بهذه 80 يصل الدم إلى كل أنحاء الجسم، لكن حينما يواجه الإنسان مصعداً عالياً، طريقاً صاعداً، جهداً بالغاً، يحتاج إلى 180 نبضة. كيف ينبض القلب 180 نبضة؟ كيف؟ قال: هناك إدراك للخطر، ماشي بطريق وجد ثعبان كبير، أدرك الخطر، يجب أن يهرب أو أن يقتله. إدراك الخطر أحد البنود. بإدراك الخطر في غدة بالدماغ اسمها النخامية، وزنها نصف غرام، تقوم بإفراز 9 هرمونات، لولا أحدها لكانت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق، لولا واحد منها بس. 9 هرمونات. أحد هذه الهرمونات هذا الهرمون. لما رأى الثعبان أدرك الخطر، الدماغ أرسل رسالة هرمونية إلى الكظر فوق الكلية، غدة صغيرة. هذا الكظر ترسل له رسالة من الملكة النخامية، ملكة الغدد، في خطر، تصرف. الكظر يعطي 5 أوامر. أول أمر: يرفع النبض ل 180. النبض مرتفع جداً، يجب أن يقابله وجيب رئتين مرتفع ويرفع وجيب الرئتين. فلو قسنا نبض واحد خائف 180 160 تقريباً، ويلهث. بيعطي أمر ثاني للأوعية الدموية تضيق لمعتها، بيصفر لونه الخائف، نوفر الدم للعضلات. نعطي أمر للكبد ثالث يفرز هرمون التجلط، إذا كان صار في جرح مثلاً الدم لا يسيح كله، بيتجلط، بيغلق الفتحة. وفي أوامر كثيرة، 5 أوامر تنفذ في ثواني. ما هذا الخلق؟ هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لذلك قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. التفكر في الآفاق باب واسع، في المجرات، في الشموس، في النجوم، في المذنبات. والتفكر بالنفس، الدماغ 140 مليار خلية سمراء استنادية،
لم تعرف وظيفتها بعد حتى الآن. بالقشرة في 14 مليار خلية. العين والله لو أمضينا عام بأكمله لا ننتهي من العين. ألم نجعل له عينين؟ الأذن، الحنجرة، الرئتان، المعدة، الكليتان. الدم يمشي باليوم بالكلية 100 كيلومتر. الأوعية الدموية طولها 100 كيلومتر كي يصفى. لو تفكرتم في خلق الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من نطفة لا ترى بالعين، وبويضة بعد 9 أشهر دماغ وشعر وأسنان أو رئتان وقلب وأعضاء، شيء مذهل. خلق الإنسان وحده يدل على الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى. هيئ لهم بطانة خير يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.